ايه رأيكم نعمل النهاردة مع بعض الكبدة البانيه بطريقة حلوة جدا؟ هتفضل معاكي طرية، كمان القشرة بتاعتها مش هتفك ابدا. غير كده وكده مش ممكن تنشف منك في الزيت ابدا. بصي القطعية بتاعتها، بصي واحنا بنقطعها خطيرة. لو ولادك ما بيحبوش الكبدة هيحبوا الوصفة دي. بصي شكلها تحفة، وازاي نديها اللون الذهبي الحلو قوي ده. سموا الله وصلوا على الرسول، وسجليها بقى رمضان هتنفعك جدا وقت الفطار. ويلا بينا على طول نشوف تبلناها ازاي وعملنا الكبدة البانيه ازاي بطريقة سهلة جدا. دي غير الكبدة اللي بالردة، دي حاجة تانية. سموا الله وصلوا على الرسول. اوعي تنسي اللايك والشير، كمان اوعي تنسي تتابعيني لو اول مرة بتشوفيني. ورمضان مبارك عليكم. يلا بينا على طول نبتدي. اول حاجة هجيبها هي البولة اللي هبتدي اعمل فيها تتبيلة الكبدة. 5 6 فصوص كده من التوم المفرومين، عليهم معلقتين من هريسة الشطة. وممكن بدل هريسة الشطة لو انت مش عايزة طعم سبايسي، بس هي ما بتخليهاش سبايسي للأمانة، يعني بتبقى حلوة. ممكن تفرمي فلفل رومي عادي، أخضر أحمر أي حاجة عندك. خلاص، بس ضروري فلفل في الوصفة. معلقة كبيرة كده، المعلقتين من الخل، ما تزوديش عشان ما تهريش الكبدة. ليمونة كاملة، هاخد طبعا العصير بتاعها عشان ما يبقاش في أي ريحة زفارة في الكبدة تماما. ونبتدي بقى نشوف البهارات اللي هنحطها. نبتدي نحط ملح وكمون، شوية كمون بقى حلوين، روح الكبدة هي الكمون والليمون. كمان هنحط كزبرة ناشفة، كمان هحط كاري، كمان هحط رشة بسيطة من الفلفل الأسود عشان لو في أي زفارة. تمام كده. هنبتدي نقلب التتبيلة أو الخلطة بتاعتي كويس جدا، مش هكتر عن كده علشان يبقى الكبدة طعم برضه. احنا بنحط شوية حاجات تبهرها وفي نفس الوقت تقضي على أي ريحة زفارة فيها. شرايح الكبده البانيه بتبقى رفيعه، بتجيبيها من عند الجزار بتقول له قطعها لي كبده بانيه، بتبقى بالشكل ده. نبتدي نحطها بقى في التتبيله، وتدليكه حلوه كده. ندعكها كويس جدا في التتبيله، ونتاكد ان الكبده متغطسه كده ومتقلبه كويس كده في التتبيله وشاربه منها كلها. خلاص. طيب، قبل ما ابتدي اعمل الاكل يعني بتبلها ساعه قبل الاكل عشان تاخد طعم حلو، ممكن ساعتين. هي كبده سريعه جدا، بتاخد طعم بسرعه، يعني حتى لو قايمه قبل الاكل تعمليها على طول هتاخد طعم، يعني ما تقلقيش. مش عايزه بقى 4 ساعات ولا ليله ولا الكلام ده كله، هي سريع في سريع كده. هسيبها بقى يعني في حدود الساعه اللي اتفقنا عليها. وبعدين اجيب بضايه عليها طبعا ملح وفلفل، وده الفيجيتار اللي هو بيبقى عند العطار، او خلطه البانيه اللي هي طبقه البانيه عشان الدول العربيه، او صامون محمص مطحون، الصامون المحمص المطحون عشان الدول العربيه. وطبعا بيبقى مبهر عليه شويه بهارات. بناخد الكبده طبعا من البيض للفيجيتار. ممكن الاول قبل البيض لو انت حابه البريدنج بتاعها يبقى عالي شويه، تنزلي في الدقيق وبعدين البيض وبعدين الفيجيتار، يعني زي ما تحبي. انا مش هحط دقيق بقى، انا هكتفي بيض فيجيتار، بيض فيجيتار، مش اكتر من كده. وحطيت طاسه الزيت على النار تسخن. واللي هعمله هقليه على طول، الموضوع مش محتاج غلبه ولا ركنها ولا اي حاجه، هي سريعه والقشره هتفضل ماسكه فيها مش هتفك ابدا، وفي نفس الوقت هتفضل طريه. خلاص، ضروري تتقطع رفيعه علشان خاطر تاخد تقلبتين اتنين على النار، ما تحتاجش كذا تقليبه فتنشف. فاهميني؟ يعني لو تخينه هتضطري تقلبيها كتير ويفضل في قلبها دم وتنشف منك من الاطراف، فهي تبقى رفيعه فتروح مقلوبه القلبه والتانية، وتطلعيها على كده بتشم النار بتستوي، ما بتاخدش يعني لحظات. اهي بتاكد بس ان هي اخدت لون ذهبي من تحت من الطرف كده، واروح قلبها على طول وبس. بكتفي باللون الذهبي ده، لحظه على الناحيه دي ولحظه على الناحيه دي، وبتبقى مستويه من جوه وطريه ومحتفظه بطراوتها، ما بتقددش ولا تنشف ابدا. اهي بصي، قلبه قلبه واحده. وبروح شايلاها على طول، مصفيها بقى على مصفى علشان تفضل معاكي فيها قرمشه بسيطه كده، ما تطرش. خلاص، تروحي مطلعها على مصفى ومقدماها، بلاش ورق مناديل، مصفى هتنزل كل الزيت، وفي نفس الوقت تحتفظ بالبريدنج الكريسبي بتاعها او القشره الكريسبي بتاعتها. طبعا بيتقدم جنبها سلطه وطحينه وعيش، بتطلع معايا بالشكل الخطير قوي ده، طريه وطعمها حلو جدا. وكل القطع شبه بعضيها، وكل القطع واخده نفس اللون، اول قليه زي اخر القليه، مفيش حاجه بتتحرق، مفيش حاجه لونها بيغير، قشرتها بتقع، لان هي ما بتاخدش لحظات في الزيت، فما بيلحقش الزيت يتحرق ويبوظ لي اللون بتاعها. شايفه عامله ازاي؟ شايفه القطع خطيره، قشره كده كريسبي وفي نفس الوقت طراوه من جوه، طعم حلو ما فيهوش اي زفاره، خفيفه. اللي ما بيحبش حتى الكبده من ولادك هيحب الطريقه دي جدا جدا جدا. يعني هي قريبه من البانيه، لان الولاد كلها بتحب البانيه، فبالتالي هتحب الطريقه دي.
جربوها طبعا ورجعوا اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. هستنى ارائكم تحت الوصفه وكومنتاتكم الحلوه. بحبكم جدا، كل سنه وانتم طيبين. سجليها بقى رمضان واعمليها في رمضان. وهستنى رايك تحت الوصفه، والشير الشير الشير من هنا ورايح. الكبده مش ممكن تنشف منك ولا يتفضل منها حته واحده. بحبكم جدا. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.